السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي قناه زاهدي للطبخ. اليوم البنات غنوجد معكم البغرير بطريقه جديده اللي غيقدروا ولادكم ياكلوها بلا ما يتردوا. علاش؟ حيت كيكون البغرير شويه ثقيل وما كيقدوش ياكلوه، ولكن هذه الوصفه البنات كتجي خطيره. بالنسبه للمقادير عندي هنايا زلافه ونص ديال الفينو، معلقه ديال الخميره ديال الدار، 3 خمارات حمرات، خماره بيضاء، زلافه ونص ديال الفورص، و3 معالق كبار ديال الفيرميسيل ديال الشوكولاط. غادي ناخذ هنايا القمح، معلقه ديال خميره الدار. بالنسبه للقياس كندير انا قد القمح قد الفورص. ندير واحد الفانيلا، صافي. وهنايا عندي الماء دافي، صافي. غادي نبدا نخلط ناخذ القوام ديالي اللي بغيت انايا. المهم ما يكونش جاري بزاف وما يكونش خاتر بزاف. المهم صافي البنات غادي نبقى نخلط فيه حتى يطلق مزيان. صافي غادي ندوزو في المولينيكس، وغادي ندير الخميره ديال الحلوى هي الاخرى. من بعد ما خمر غنزيد انايا الفيرميسيل القياس اللي بغيتو نتوما. صافي وغادي نبدا نطيب فيه. المهم البنات ديال البغريره الاولى البنات. هذا هو الشكل النهائي ديال البغرير اللي وجدت معكم. كيجي على هذا الشكل هذا البنات، شوفوا كيجي اصلا مختلف في الشكل وحتى في المذاق كيجي زوين وناجح 100%. طريقه سهله. المهم بالنسبه للدهين كدهنوه بالزبده ولا الزيت ولا اللي كان. المهم العسل. كنتمنى الوصفه تعجبكم، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.